الإسكندرية اللي انت بتشوفها النهاردة مش هي نفس الإسكندرية اللي كانت موجودة زمان. إسكندرية اللي بتشوفها النهاردة دي مدينة ناقصة. دي معلومة حقيقية بجد، أنا مش بشتمها. الإسكندرية مكان ناقص، لأن في جزء كبير من الإسكندرية مجهول. مدينة كاملة مختفية وما بقاش ليها وجود. الحكاية بدأت من زمان قوي، من كتابات الأدباء اليونانيين هيرودوتوس وسترابو وديودورس. كلهم بيوصفوا مدينة في مصب النيل في الفرع الجنوبي للدلتا الشمالي، هيراقليون. وزي ما اليونانيين بيوصفوا المدينة دي، ففي كمان كتابات مكتشفة من مصر القديمة زي مرسوم الملك نختمبو الأول، بتتكلم عن مكان في نفس المنطقة في الفرع الجنوبي لنهر النيل بس باسم مختلف، مدينة ثونيس. طيب، كلام جميل، وإيه المشكلة؟ المشكلة بقى إن المكان الموصوف في الكتابات دي كلها ما كانش موجود. تروح للموقع الموصوف في الكتابات دي وما تلاقيش أي آثار أو أي معالم للمدينة دي. ده خلى علماء كتير يقولوا إن المدينة دي من وحي الخيال، موجودة في الخرافات والحواديت زي مدينة أطلانتس الأسطورية كده. ولكن كتر المصادر اللي بتتكلم عن المكان ده وتطابق الأوصاف خلى من الصعب على علماء كتير إنهم يتقبلوا فكرة إنها خيالية. ومن هنا طلعت نظرية جديدة، إن المدينة دي موجودة ومش موجودة، زي كده أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك. مدينة هيراقليون دي كانت موجودة، بس بما إنها كانت مدينة ساحلية فالمدينة ضربتها كارثة وغرقتها وما بقتش موجودة. بس ده كله كلام في الهوا، أو بمعنى أصح كله كلام في المية، لأن مفيش أي آثار ملموسة. وعلشان يقطعوا الشك باليقين، وبعد سنين من دراسة الموقع، قامت بعثة أثرية أوروبية في سنة 2000 بعمل رحلة مائية في خليج أبو قير. وكانت المفاجأة تماثيل وعواميد وزخارف، آثار يونانية وفرعونية. مدينة هيراقليون ما كانتش أسطورة، دي كانت مدينة فعلية. بس للأسف الحلو عادة بيجي وراه مصيبة. زلازل وتسونامي دخلوا على الخط وغرقوا مدينة ثونيس، وخصوصا تسونامي 365 ميلاديا اللي كانت ضربة القاضية للمدينة. اكتشاف المدينة الغارقة إعصار في عالم الأركيولوجيا والتاريخ، ولسه الاكتشافات فيها شغالة ولسه فيها مفاجآت كتير. المصريين مش بس طلع فيه تاريخ تحت الأرض اللي بيمشوا عليها، ده كمان طلع فيه تاريخ تحت المية اللي بيعوموا فيها. متبخلوش على موضوع سيف بالإعجاب والمتابعة. السلام عليكم.